الطعمية أو الفلافل في الخلاط ولا هي كبة ولا مفرومة بجد في الخلاط، وانسي بقى دي سر طعمية البتاعة اللي بره، هتبقى أجمل وأطعم من بتاعة المحلات اللي بره، وهتجربيها وهتشوفي. نص كيلو بس هنعمل كمية كبيرة قوي من اللي انت تشوفوها، وبطعم خرافة أجمل من المحلات وعن تجربة وعن ثقة، وهتجربوها. طعمية الخلاط رهيبة، مفيش بعد كده طعم حكاية، وأسهل من كده مفيش، واقل تكلفة من بره بكتير. ويا ريت لو اول مرة بتشوفيني ما تبخليش عليا باللايك واشتراكك في القناة، ينورني كلمة اشتراك، اضغط عليها وفعل زر الجرس على الكل. وتعالوا نشوف بقى سر الطعمية الرهيبة اللي انتوا شايفينها دي، بلونها وطعمها، لونها الذهبي ومرمشة من بره وطرية من جوه، وحاجة كده في منتهى الجمال، وتفاصيلها وتكاتها سهلة جدا. تعالوا نشوف بقى، كل سنة وانتم طيبين، سحروا بيها كده في شهر رمضان. وتعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا. معايا نص كيلو من الفول المدشوش، نقعته حوالي يومين كاملين، واغير الميه عشان ما يبقاش فيه ريحه في الفول، لازم الميه تتغير باستمرار. ومعايا حبايه كبيره من البصل، ومعايا كرات الاخضر. اساس الطعميه الكرات الاخضر، اساسا لازم يكون في كرات اخضر. وحاجه بسيطه كده عشان ما يبقاش لونها غامق قوي معاكي، فحاجه بسيطه بس من الكرات، وحاجه بسيطه من الكزبره. بلاش الشبت، لان الشبت ممكن يغمقها خالص ويخليها غامقه خالص معاكي في القليه. ابتدي اقلب كله ده كله مع بعضه كده زي ما انت شايفه، حوالي 8 فصوص من الثوم. ونحاول نقلب بقى الطعميه كده زي ما انت شايف، منقوع كويس جدا جدا عشان هيتفرم معايا فرمه حلوه قوي، ويكون ناعمه معايا خالص في الخلاط. مفيش ازيد من كده، ولا اي توابل ولا اي بهارات. هي كوبايه ميه في الخلاط، وهنزل عليها بالاول كده عشان الخلاط ما يتحرقش، وهنزل بقى بالكميه اللي انت عايزاها في الخلاط، وتبتدي تضربي الطعميه اللي انت شايفاه. انزل بكميه قليله جدا، يعني حوالي نص الشفشه كده، عشان الشفشه يقدر يدور معايا الطعميه كويس وما يتحرقش مني. هي نقعاه خالص، يعني معايا طري جدا، يعني تمسكي الواحده كده تلاقيها بتتقطم في ايدك، يعني منقوع نقعه حلوه خالص. وبعد كده كوبايه الميه دي مش هزود اكتر منها. هتحاولي واحده كده، يا واحده واحده، وتدوري الخلاط بتاعك. ولو حسيت ان هو عايز طعميه تانية دي انزلي بطعميه. حسيت ان هو تقل معاكي، حاولي واحده واحده كده تضربي الخلاط لحد ما يتضرب كويس للشكل اللي انت شايفاه ده. انا بقى هبتدي اجيب مصفى واقوم مصفيه، هصفي كوبايه الميه اللي انا حطيتها دي، هتنزل لي كوبايه الميه هي. هبتدي اخد كوبايه الميه اللي انا ضاربه بيها الطعميه دي، وهضرب بيها كمان، يعني انا في نفس الكوبايه هي هعيدها تاني في الخلاط وهحطها. كل التفاصيل معايا، تابعوا معايا الفيديو للنهايه عشان في تفاصيل مهمه جدا في الطعميه. ابتديت اصفيها اهي، مش هصفيها خالص، لازم تكون الروده معايا او طريه معايا، تبقى زي بتاعه المطاعم اللي بره بالظبط، يعني بتكون طريه معايا كده وروده في ايدي، شايفين؟ مش هبتدي يعني اصفيها قوي، زي ما انت شايفه كده المنظر كده، بتنزل كل الميه اللي فيها بتقوم نازله. عايزه اقول لك ريحتها وهي نيه قبل ما تستوي كمان ريحتها رهيبه. هبتدي بقى اصفي الكميه اللي معايا كده، وابتدي بقى الميه اللي نازله منها دي هزود بيها الطعميه التانية، واضرب كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين؟ انا مش عايزاها ناشفه قوي، ولا عايزاها تكون طريه ميه، عايزاها تبقى روده في ايدي كده طريه. هشوفكم اوريكم دلوقتي تبقى شكلها عامل ازاي. ضربت الكميه كلها اهي، شايفين عاملين ازاي؟ انا مش حباها تبقى في ايدي طريه كده زي ما انتم شايفين، اعرف اعمل القرص في ايديا. هي خلاص ده عملت الكميه كلها، وما خدش في ايدي اي وقت بجد، بكل سهوله، يعني ما تعبتش خالص في عمل الطعميه. هبتدي بقى كيسه كاس بقى على قد ما انت عايزه تخزنيها. عايزه اقول لك على حاجه بقى، انا مش هحط اي بهارات ولا اي كربونات ولا اي حاجه فيها دلوقتي، عشان هخزنها، مش هحط لها اي اضافات. وقت عمايل ان انا اعمل الطعميه هحط لها الاضافات، يعني انا دلوقتي حطيت الاضافات. حوالي الطبق الطعميه ده حطيت له حوالي على طرف المعلقه الصغيره كربونات وكمون وملح، اكتر من كده انا ما حطيتش. كل ما اجي اطلع كيس من الفريزر هبتدي احط له المكونات بتاعتي او الاضافات بتاعتي. ليه؟ عشان خاطر الكربونات لو انت حطيتيها دلوقتي وخزنتيها في الاكياس هتسود. بعملها طازه، يعني في وقتها وانا رايحه اقلي الطعميه انزل بالكربونات بتاعتها، مع ان ما احطش فيها كربونات وانا رايحه اعينها في الفريزر. دي معلومه مهمه جدا يا جماعه، عشان تفضل الطعميه فاتحه معايا وما تغمقش. اخزنها كده زي ما انتم شايفين في الاكياس كده، من غير اي اضافات ولا كربونات ولا ملح ولا اي حاجه. مسافه ما اطلعها واسيبها احط لها كربوناتها، احط لها ملحها وكل حاجه. طريقه سهله جدا، ويا ريت تكتبوا لي تعليق حلو منكم كده، ويا ريت تقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد، عشان ارحب بيكي في القناه بتاعتي. وبرحب بكل اهل الجزائر حبايب قلبي، ومصر والعراق، وكل الناس الحلوه اللي بتبعت لي تعليقاتهم الحلوه الجميله. عملنا الطعميه بكل سهوله، وحاجه سهله ونضيفه في البيت، وبجد هتطلع انضف واحلى واجمل من بتاعه المحلات. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال ومخدتش في ايده وقت. وباي باي، اشوفكم في فيديو جديد. بجد عايزه اوريكم كده لقطه كده في اخر الفيديو، حاجه كده في منتهى الجمال، طعميه رهيبه.